العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بأهم ما جاء فيها. إصابة 19 مواطن بفيروس كورونا اليوم. الإريتريون في المهجر ينظمون برنامج تأبين المناضلين الشهداء. دورة تدريبية لمربيا حل في فروم. قتيل وعدة إصابات في هجوم مسلح بالقدس، وحماس تعلن مسؤوليتها. الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا بسبب تايوان. ورئيس السلفادور يعلن التخطيط لبناء أول مدينة بيتكوين في العالم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليمين الأوسط والجنوبي قد أظهرت إصابة 19 مواطن بفيروس كورونا، وقد ظهرت 13 إصابة في الإقليم الأوسط، 5 في مركز العزل و8 في مركز الفحص، 2 في ترافل و1 في كل من 4 أسمرة ومعتمنة وقجرت وسنبل وبرادبة وحمبرتي، و6 إصابات في مركز البحث في مدينة مندفرة في الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7175، شفي منهم 6962 وتوفي 54 مريضا، فيما لا يزال 159 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من نوفمبر 2021. نظم الإريتريون المقيمون في المدن الإسكندنافية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية حفل تأبين المناضلين سكرتير الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة الأمين محمد سعيد والعميد نقاش تصفاسين. وفي مناسبة التأبين المنظمة في ستوكهولم السويدية، قال القائم بأعمال السفارة الإريتريا في الدول الإسكندنافية السيد يوناس منا إن تنفيذ أمانة الشهداء والحفاظ على تاريخهم ونقله الأجيال من مسؤولية جميع المواطنين. وأشار مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد سيراك بهلبي إلى أن مضمون ذكرى الشهداء مناسبة لتجديد العهد لتعزيز دور ومساهمة الشعب عامة والشباب خاصة، داعيا جيل الشباب للعمل لإيصال المسيرة التي بدأها الشهداء إلى غايتها. وقرأت في المناسبة نبذة تاريخية عن الشهيدين. ونظم الإريتريون في المدن السويدية والنرويجية والدنماركية برنامج تأبين مماثل، كما نظمت السفارة الإريتريا في روسيا برنامج التأبين عن طريق الحضور والفيديو الافتراضي للطلاب الإريتريين في موسكو والمدن الروسية، معربين عن بالغ حزنهم لاستشهاد المناضلين، ومؤكدين الاستعداد لتنفيذ وصيتهم ووصية جميع الشهداء. ونظم الإريتريون في مينيسوتا الأمريكية برنامج التأبين مماثل. أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية ناوفا السيد تسفاي إيوب تحقيق نتائج جيدة من حملة التوعية الصحية في المديرية. وأوضح في الاجتماع التقييمي خفض وفيات الأمهات والأطفال وختان الإناث وزواج القاصرات في الأشهر الستة الماضية، مشيرا بجهد الكادر الصحي واللجان الصحية. وقال يتطلب بذل مزيد من الجهد لمكافحة العادات الضارة التي تظهر في بعض الأحيان. من جانبه أوضح مسؤول الإنجاب الصحي السيد إفريم زراي أن رفع الوعي وإحداث تغيير في العادات ضروري لضمان رعاية الأمومة والطفولة. وذكر مدير مديرية ناوفا السيد يعقوب إدريس أن الإنجازات التي تحققت في رعاية الأمومة والطفولة نتاج للوعي المتنامي. وشهد الاجتماع بجهد ضمان الرعاية الصحية العامة مطالبين لسد نقص الكادر الصحي في مستشفى أفعبت لإضرار الحوامل المحتاجات للعمليات القيصرية الذهاب إلى أفعبت وكرن. تلقى 20 مزارعا
مربيا للنحل دورة تدريبية للانتقال من العمل التقليدي إلى الحديث نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الكونفدرالية الوطنية للعمال، وقد وزعت منحلتين لكل متدرب مع كامل تجهيزاتها. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد أسمرام شمندي في المناسبة أن على المشاركين في الدورة إدراك أهمية التأطير وإقامة جمعية تعاونية لتطوير العمل. وذكر المشاركون في الدورة التدريبية أن العمل التقليدي الذي كانوا يستخدمونه مجهد وقليل الإنتاج، وسيعملون لتطبيق الدراسة التي تلقوها للانتقال إلى المناحل الحديثة وبذل الجهد لرفع الإنتاج. تلقى 271 شابا من مديريتي مندفرة وميمنة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية مهنية، وتدرب 246 شاب، بينهم 154 شابا من مديرية مندفرة ل3 أشهر في تصفيف الشعر والتصوير الثابت والمتحرك والحاسوب وتركيب لاقط القنوات الفضائية ومد الأسلاك الكهربائية. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو في مراسم التخرج إن الشباب الذين تدربوا في مختلف المهن يسيرون حياة ناجحة بالعمل. كما تلقى 25 شابا من مديرية ميمنة تدريبا في القيادة والإدارة. وأكد مدير مديرية ميمنة المقدم أبراهام هايلي على أهمية التدريب ومواصلته. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح في هجوم مسلح بالبلدة القديمة في القدس الشرقية. ولم تكشف السلطات جنسية القتيل والجرحى، مشيرة إلى تحييد منفذ الهجوم. وأوضحت الشرطة أن الشخص نفذ عملية إطلاق نار مستخدما سلاحا رشاشا، وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عنه. وقال مستشفى هداسة في القدس إن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما توفي متأثرا بجروحه. وأكدت الشرطة الإسرائيلية معطل منفذ الهجوم. وتقع البلدة القديمة في الجزء الشرقي من القدس الذي ضمته إسرائيل، ويقول الفلسطينيون إنه عاصمة دولتهم المستقبلية، وتستهدف هجمات باستمرار قوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة. وسابقا أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن القوى الأمنية أردت رجلا شن هجوما بسكين استهدف القوات الإسرائيلية وجرح شخصين في القدس القديمة. قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن البلاد خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا، معبرة عن استيائها الشديد من فيلنيوس لسماحها لتايوان بإنشاء ما يمكن اعتبارها سفارة بها. وورد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية: تجاهلت ليتوانيا الموقف الرسمي للحكومة الصينية واستخفت بالوضع العام للعلاقات الثنائية، وتجاهلت القواعد الأساسية للعلاقات الدولية بالسماح لتايوان بإنشاء مكتب تمثيل في ليتوانيا. وقال البيان أن الصين تحث ليتوانيا على تصحيح الخطأ في أسرع وقت ممكن. وردت ليتوانيا بأنها تأسف لقرار الصين خفض العلاقات الدبلوماسية. وكانت الصين قد طالبت في أغسطس بأن يسحب البلد الواقع بمنطقة البلطيق سفيره لدى بكين، وقالت إنها ستستدعي مبعوث الصين في فيلنيوس بعد أن أعلنت تايوان أن مكتبها في المدينة سيسمى مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا. أعلن رئيس دولة السلفادور نيب بوكيلي أنه يخطط لبناء أول مدينة بيتكوين في العالم، مشيرا إلى أنها ستكون مبنية بتمويل مبدئي من السندات المدعومة من عملة بيتكوين الرقمية.
وتابع في عرض ترويجي لعملة بيتكوين في السلفادور والمستمر لمدة أسبوع أن المدينة المخطط أن يتم بناؤها في المنطقة الشرقية من لايونيون ستحصل على طاقتها الحرارية الأرضية من بركان، ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. يشار إلى أن السلفادور أصبحت أول دولة في العالم تستخدم عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، كما أصبحت العملة المشفرة مناقصة قانونية في البلاد، ودخل القانون الخاص بذلك حيز التنفيذ في منتصف الليل 7 من سبتمبر الماضي. وعلى الرغم من أن رئيس السلفادور نيب بوكيل يتمتع بشعبية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن مواطنيه متشككين بشأن حبه لعملة بيتكوين. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين. إصابة 19 مواطن بفيروس كورونا اليوم. الإريتريون في المهجر ينظمون برنامج تأبين المناضلين الشهدين. دورة تدريبية لمربي النحل في فرو. قتيل وعدة إصابات في هجوم مسلح بالقدس وحماس تعلن مسؤوليتها. الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا بسبب تايوان. ورئيس السلفادور يعلن التخطيط لبناء أول مدينة بيتكوين في العالم. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.